حكايه اشطر كتكوت. صحينا كده الساعه 6 الصبح بدري بعد منتصف الفجر، كنا ماشيين بصوا نايمين على نفسنا في الشارع يا عيني عشان احنا ما نمناش. وصلنا هنا قلنا عشان نركب، لقينا الترام الصفرا دي، اللي يعرف الترام الصفرا دي بكام يقول لي، واللي يعرف الزرقاء دي بكام يقول لي. المهم كده ماشيين والشمس جايه في عيني وانا مش شايفه، لان زي ما انتم عارفين يا جماعه انا قصيره ومش طايله وريقي ناشف وتعبانه وحليمي هدود، بس قلت يا بنتي وعادي. جه كده المشروع رحنا راكبين فيه عشان نمشي للرحله بتاعتنا. هو بقى المكان اللي انتوا قاعدين فيه بتقولوا عليه مشروع ولا ميكروباص؟ اقول لكوش اما كانت حته رحله بقى، اللي يعرف احنا على كوبري ما ينساش يكتب لنا في الكومنتات. تنسوش يا ولاد قولوا لنا احنا فين، اللي يشوف حته ويعرفها يكتب احنا فين. وصلنا بقى للمكان ده الواسع الجامد ده، المكان ده كان شكله حلو. شفت الصبح بدري الجو بيبقى عامل ازاي. ورحنا بقى هناك كده ايه، قلنا نتمشى شويه، لقينا الترام ده من ايام الهكسوس، لا ده من ايام الفراعنه، كانوا بيقولوا عليه ترماي ساعات. احنا هنا ماشيين بالخطوه الجريئه بالخطوه السريعه عشان نلحقه والشعبطنا. والمهم كده ركبنا واحمد راكب على الباب، بقول له انت راكب كده ليه فرعونه كبيره صغيره؟ قال لي عشان هلم الاجر. المهم نزلنا جاري من غير ما ندفع الكمساري، ضحكنا عليه. وصلنا بقى دخل، قلت له ادخل انت، انا ما اقدرش ادخل في الزحمه دي، انا بخاف من الزحمه. قال لي ما تيجي نعزمك على سندوتشات فلافل. قلت له ودي عزومه فلافل؟ مش عايزه فلافل. قال لي تعالى بس يا شيخ وقفنا في الشارع ناكل. قلت له ليه يا ابني توقفني في الشارع زي المتسولين؟ قال لي يا شيخ وانت طايله. قلت له بقول لك انا مش عايز سندوتشات فلافل. قال بس كل. قال لي اعملهم لنا بس، حط فلافليه في كل رغيف، ده دلع وقفنا على رجلينا طول النهار، ده خلينا نصلبه طولنا. سندوتشات الغلابه دي الفيتامين بتاع الغلابه طبعا. يا عم مش عايزه. قال لي كل. قلت له بالغصب. قال لي ايوه بالغصب كل، ده انا صارف ومكلف، ده انا جايب سندوتشين فلافل بجنيه ونص. قلت له نعم مش عايزه كل انت قبل هنا والشيف. قال لي تاخدي حته؟ قلت له لا متشكرين. قال لي طب تعالى اعزمك على حاجه تهضمي بيها. قلت له جايب لي بيبسي وانا فتره فلافل اصلا، ما تيجي نجيب صلصه احسن. قال لي انت بقول لك ايه، تعالى خد البيبسي واسكت. قلت له يا عم ولا عايزين صلصه، ما فيش في البيت ولا كاتشف. هو ماشي يعني في الشارع كده والدنيا حار، كان حر بص، دخلنا النار واحنا عايشين. قاعد يحط البتاع على وشه ويقول لي بنطر على نفسي. قلت له ده انا بنام وانا واقفه، بص دماغي بقت قد كده قد كده وبطني كمان عماله توجعني. قال لي خدي بيقول لك بقى. قلت له بقول لك بطني بتوجعني، بص وشي عامل ازاي، الرياكشن غريب بصراحه. احنا ماشيين كده عشان نركب المشروع ونروح لمكان تاني، مش مروحين طبعا، ده لسه يومنا طويل بشكل ما اقولكوش. احسن لكم حطوا اللايك من دلوقتي. والمعلم خد الكنبه الاخرانيه كده وقعد عمال يهول على نفسه. احنا ما اقولكمش اليوم ده يعتبر لفينا اسكندريه كلها، رحنا من بحر القبلي ويا قلبي لا تحزن. والمهم بقى اللي يعرف المكان ده برضه ما ينساش يكتب لنا في الكومنتات احنا كده فين. ما اقولكوش اما كانت والله كانت رحله جميله، بس كان الجو حار، كان حر الواحد كان روحه طلعت والله يا ولاد، وانا ما بستحملش الحر اصلا انا صغيره. المهم وصلنا بقى، شفتوا يا ولاد، شفتوا الملفات قد ايه، وخدنا الورق ونزلنا عشان نصوره. وقال لي ما تيجي ناخد صوره للذكرى الهباب وسنين حياتنا العذاب. قلت له فعلا ديت اللي ينطبق عليها سنين حياتنا العذاب والزحفه تحت التراب كمان. وخدنا الورق وطلعنا ويا ريتنا خلصنا، ورحنا مكان تاني وما خلصناش، ورحنا مكان تالت وما خلصناش. ما اقولكوش بقى، ورحنا رابع وخامس وسادس، وبعد خلاص كان واقفين على تكه واحده للاسف الشديد، والورق ما خلصش، طلع فيه مشكله وقطعوا الورق وقالوا نعمله من اول وجديد. يا ليه تاني. واحنا ماشيين بقى في الشارع لقيت المطبخ ده، قلت له واو المطبخ ده جميل وطالع من عين وصغير كمان يمشي مع المطبخ اللي عندنا. المطبخ اللي عندنا يا ماما ده احنا المطبخ اللي عندنا ربع ده اصلا، يلا بينا. قلت له ما فيش فايده، يلا بينا. هجيب لك الشنطه دي علشان ما توجعش دماغك، عشان تحط فيها كل ما يختص، تحط فيها ورقاتك ونقودك واموالك ومصاريك وفلوسك وجنيهاتك، عشان انا زهقت من الشيء. حرام عليك انت مش هيني وماشي فاضي. قال لي يعني انت جايبها لي عشان مصلحتي؟ قلت له ما هو منه نفيد وانا استفيد. قال لي لا بس افاده جت عليا بافاده فعلا. قال لي بقى تعالى نشرب المشروب الاساسي والرئيسي في الرحله بتاعتنا كل مره. قلت له ايوه عصير قصب، بس انا مش عايزه في كوبايه، انا عايزه في كيس. قال لي يا شيخ اشرب. قلت له والله ما اقدر اشرب في الحر ده، لازم استرخي شويه. اتحطوا لي في كيس فعلا، ومش لقيت الشجره الجميله دي. قلت له اقف تحتها شويه عشان حرانه، الجو حر ساقعه نار. ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، تتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام.